سنجل ماذر وتعبت وانا بحاول اصلح نفسية ابني، ولا اشتغل وابني مستقبلي، ابوه مش متعاون وحياتي بتضيع. الكلمة لكل سنجل ماذر: انت هيرو، انك انت تطلعي من علاقة بائسة شايلة مسؤولية ولادك، وخصوصا لو الاب مش متعاون. القوة في عدم استسلامك لوضع مش عاجبك، دي حاجة تحتسب ليكي. كل اب قرر يغسل ايده من ولاده بعد الانفصال، عايزة اقول له برضو كلمة: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتلغي دورك وبتنتقم من الست دي ان هي سابتك، انك انت تهمل لاولادك تماما، ودي حاجة ربنا هيسألك عليها. طبعا للموضوع الأصلي، إحساسك بالضياع طبيعي جدا، وخصوصا لو الانفصال لسه حاصل فريش، الطريق قدامك مش واضح. كل ست بتنفصل بتبقى عندها هم كبير إن هي تثبت للمجتمع إن هي كانت صح في انفصالها، وتقدر تبني لنفسها كارير وتقدر تربي ولادها صح. ما يكون الأب مش متعاون ومختفي أو بيكون موجود وبيعمل مشاكل، يكون عندها تشالنج كبير إن هي تحافظ على نفسيتهم في البيئة اللي مش كويسة دي. إن هو مش متعاون ومش موجود، اعتبريه الله يرحمه. حاولي تلاقي شخص تاني يكون مكانه، مثلا زي ابوكي، لو عندك مثلا جوز اخت، يعني يكون في عنصر ذكوري في تربية ابنك ده، ويكوني انت قادرة تلاقي وقت انك انت تعملي اجتماعيات، وتعرفي انه الوقت كفيل بان هو يخلي الولد يتعود على الوضع.